تقول أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام من نومه ليلة من الليالي فقال: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن، ماذا أنزل الله من الخزائن. ثم قال: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، أي يصلين قيام الليل، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أي أن النجاة من الفتن تكون بشيء اسمه صلاة الليل، قيام الليل. أفضل وأعظم الصلوات بعد الفريضة، أفضل الصلاة بعد الصلوات الخمس قيام الليل. هي شرف المؤمن، شرف المؤمن قيامه لليل. بل جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن قيام الليل نور للمؤمن يوم القيامة. إذا أردت النور يوم القيامة فعليك بقيام الليل. والذين يبيتون لربهم، هؤلاء عباد الرحمن، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ليلهم قيام، ليلهم ركوع، ليلهم سجود. هكذا أهل الإيمان إذا نام الناس وإذا غطوا بنومهم وجوههم تتجافى عن الفرش فيصلون لله عز وجل. هذا أبو هريرة رضي الله عنه، هو وزوجته وخادمه، 3 أفراد في البيت، يقسمون الليل 3: ثلث هو، ثلث زوجته، ثلث خادمه. لا تبقى لحظة في الليل ولا دقيقة إلا وفيها قائم يصلي. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ما أجمل أن يختلي الإنسان بربه. شوفوا الناس أحوالهم بالليل، هذا سهران على أفلام، هذا سهران على مباريات، هذا مع حبيبته ومعشوقته بالحرام، هذا سكران، هذا يعد أمواله، هذا يغط بنومه حتى يطلع الصباح وما صلى وبال الشيطان بأذنه. الناس أنواع. هذا شخص من بين ربما آلاف أو ملايين، قام وتوضأ، قام من فراشه وتركه، ثم توضأ، ثم قام يصلي آخر الليل، جوف الليل الآخر. فما أحلى هذه العبادة وما أجملها. رحم الله امرأ قام يصلي من الليل فأيقظ امرأته. شوفوا هذه العائلة المرحومة، هذه الأسرة المرحومة. قال: رحم الله رجلا قام يصلي من الليل فأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رش الماء بوجهها عشان يقعدها للصلاة، هو متفق معها على هذا الأمر. قالت له: أيقظني ولو بالماء، فيرش على وجهها الماء لأجل أن تستيقظ فتقوم تصلي معه. ورحم الله امرأة قامت تصلي من الليل فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وفي رواية الأخرى: إذا قام الرجل وامرأته يصليان من الليل جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من ألذ العبادات لأن فيها نوع من الخلوة. أغلب القائمين مخلصين لأن ما حد يدري عنهم أصلا في الليل. القائم دليل على قوة إيمانه، ترك الفراش ولذة النوم، وليس الأمر فرضا أصلا ليقوم لله عز وجل. من يفعلها إلا القلة القليلة الصفوة من خلق الله عز وجل.
سفيان الثوري هذا من العباد، معروف من سفيان، كان من طول قيامه إذا أذن الصبح وضع رجليه إلى الحائط، أسند رجليه على الحائط ليرجع الدم إلى رأسه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الشاعر عنهم: عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. انظروا إلى سلفنا الأول، انظروا إلى العصور الأولى كيف كانوا يقومون الليل. هذا الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله قام ليلة من الليالي، وعمر كل الليالي يقومها، ما في ليلة إلا وقام شيئا منها وجزءا كبيرا منها. في ليلة من الليالي قام وفاطمة تصف قيامه كل بكاء، لكن تلك الليلة اشتد بكاؤه حتى سمعه أهل الدار بيته فبكوا لبكائه. وبيوت قديمة، عمر ما سكن في قصر لأن خليفة، لا، سكن في البيت القديم. فلما بكى وبكى أهل البيت سمع بكاءهم من الجيران. في الصباح تساءلوا وجاءوا لعمر: ايش فيك؟ ما الذي حصل؟ لما كل هذا البكاء رحمك الله؟ قال: مررت على قول الله عز وجل: فريق في الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول: تفكرت في أي من الفريقين سأكون، ثم بكيت. تخيلوا آية واحدة يرددها الليل كله ويبكي ويشتد بكاؤه ويسمعه الناس. هذا قيامهم غير، صلاتهم غير، تختلف عن صلاة أغلب الناس اليوم. إذا قام الليل قام حقيقة، دعاء، تضرع، بكاء، خشوع. يمر النبي بالليل فيرى أبا بكر يصلي بالليل وأخفض صوته لا يسمع، وينظر إلى عمر رفع صوته فيسأل عمر: لما؟ قال: أوقظ الوسنان، النائمة قاعدة. ويسأل أبا بكر فيقول: يا رسول الله أنا أصلي لوحدي. فيقول لأبي بكر: أرفع صوتك قليلا. ويقول لعمر: أخفض صوتك قليلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل. أما عثمان فشأن آخر، عثمان يحيي الليل بالقرآن. عثمان نزل فيه قول الله: أمن هو قانت آناء الليل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. رجل نام من الصالحين فرأى في نومه كأنه في أرض مظلمة، ورأى في هذه الأرض المظلمة مثل القباب من اللآلئ، خيام مثل اللآلئ المضيئة. فسأل وهو يمشي في الظلام، سأل: ما هذه الخيام؟ فقيل له: هذه خيام المتهجدين. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقام من نومه وصلى، وما ترك قيام الليل أبدا. إنها صلاة لكن ليس كغيرها من النوافل، فضل وأكرم به من فضل قيام الليل، شرف للمؤمن في هذه الدنيا. لما أراد الله عز وجل أن يهيئ نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لعبء الدعوة وثقلها، أمره أن يقوم الليل، لأن قيام الليل سيعينه على القول الثقيل والحمل الثقيل.
فأنزل الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نظر إلى خديجة فقال لها: يا خديجة، مضى عهد النوم، بدأ عهد الجد والسهر لله عز وجل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يدخل عليه بلال وقد غفر الله للنبي كل ذنبه، ما تقدم منه وما تأخر، فيراه يقوم الليل حتى تتشقق قدماه، تفطرت قدماه، يبكي بالليل حتى تبتل لحيته ويبتل الأرض تحته، يقول: يا رسول الله، تصنع هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. أحد الصالحين اسمه سليمان التيمي، يقول: أحدهم صلى معنا العشاء، يقول: فقام يصلي بعد العشاء فانتظرته، أردته بأمر، يقول: فإذا به يقرأ سورة تبارك حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يقول: فأخذ يعيدها ويرددها بالليل، يقول: لم يبقى أحد في المسجد إلا أنا وهو، يقول: فانتظرته فطال علي المقام، يقول: فذهبت، يقول: فرجعت قبل الفجر فوجدت سليمان قائما يصلي يردد الآية نفسها: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. أخذ يرددها ويبكي طوال الليل، نسي أن الليل كله ذهب، لأنه يخلو بمن؟ بحبيبه جل وعلا، يخلو بمن؟ بخالقه بالرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل قيام الليل: في الليل ساعة. وانظر وتمعن في الحديث، ما حدد الساعة، قال: في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ما سأل. وذلك في كل ليلة ينزل الرب عز وجل إلى السماء الدنيا في جوف الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الصالحون تعرفهم في قيام الليل. سئل الحسن البصري رحمه الله: ما بال المتهجدين، يعني القائمين أهل قيام الليل، أحسن الناس وجوها؟ إيش معنى نشوف أهل قيام الليل وجوههم نضرة منيرة؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. من أراد النور في القبر، من أراد النور يوم القيامة، من أراد النور على الصراط، لا بد له أن يصلي قيام الليل. قيام الليل شرف المؤمن، قيام الليل نور في القبر للمؤمن. تقول إحدى الصالحات عن زوجها واسمه مسروق صالح، تقول: يقوم الليل فإذا أذن الفجر لا يستطيع أن يمشي على رجليه من طول القيام، ما يقدر من طول قيامه. تقول: يزحف كما يزحف البعير بعد أن يؤذن الفجر، لأنه كان يقوم الليل كله إلا قليلا.
ما كانوا ينامون إلا القليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. عمر بن الخطاب كان يقوم الليل، فإذا بقيت ساعة من الفجر أيقظ أهله وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كان الصالحون يتقاسمون الليل بينهم وبين أزواجهم وخدمهم وأولادهم، فلا تبقى دقيقة في الليل إلا وفيها قائم يصلي. سمعتم بالغرف الغريبة العجيبة بالجنة؟ هناك غرف شكلها غريب، منظرها عجيب. ماذا يصفها النبي به؟ يقول: يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. شيء عجيب، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ أبيك بس تخيل هذه الغرف المضيئة المنيرة شلون صايرة، غرف في الجنة خاصة هذه. سئل النبي: لمن هذه الغرف؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال: هي لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. وصلى بالليل والناس نيام. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نوم قليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويبدأ قائم الليل يتدرج، أقل القيام 10 آيات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، خلاص اسم الغافل يذهب عنه. ومن قام ب100 آية كتب من القانتين. ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. سئل النبي عن رجل ينام الليل كله حتى الفجر، يعني ما يصلي شيئا من قيام الليل. قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. من أراد الشرف، من أراد النور، من أراد زيادة الإيمان، من أراد التثبيت على الطاعة، من أراد الأجر والخير كله، فلا يتركن قيام الليل، فهي أفضل صلاة بعد الفريضة. عندما نتحدث عن قيام الليل فإننا نتكلم عن عبادة يتلذذ فيها الصالحون. هو دأب الصالحين من قبلكم قديما وحديثا. إن الصالحين إذا جاء الليل فرحوا، كما قال الفضيل بن عياض يقول: إذا جاء الليل وسكن الناس ودخلوا بيوتهم فرحت. يفرح بمقدم الليل. ليش؟ يقول: فإن كل حبيب يخلو بحبيبه، فهذا الوقت أخلو بحبيبي وهو الله جل وعلا. قيام الليل يحتاج منا إلى جهاد نفس. يقول ثابت البناني رحمه الله: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 عاما، 20 سنة يقاوم نفسه في قيام الليل. يقول: ثم تلذذت بالقيام 20 عاما أخرى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أحد الصالحين كان إذا جاء الليل نظر إلى فراشه الجميل، نظر إليه ومسح بيده على هذا الفراش، ثم قال: شوفوا الكلمات الجميلة. قال: والله ما ألينك وما أحلاك، فراش جميل، والذي سهر في الليل يريد النوم، تعب النهار كله يشتاق للنوم، نظر إلى الفراش ومسح عليه وقال: والله ما ألينك، لكن فراش الجنة ألين منك وأحلى منك وأجمل منك. ثم يطوي فراشه ويكبر ويصلي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع
يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الليل ينبئك عن أسرار. كثيرون في الليل إما يختلي بحبيبته بمعشوقته، أو يسهر بمعصيته أو بملذاته، يسرها بالحديث، أو يختلي معها في مكان. الليل يستر كل الناس، لكن قلة الذين يسترهم الليل، يرفعون أياديهم، يصلون، يبكون، يخشعون لله عز وجل. هم القلة في البشر اليوم. كان زمعة العابد رحمه الله رجل عابد، كان إذا جاء الليل بدأ يصلي ويصلي ويصلي، فإذا اقترب الفجر آخر الساعات، ساعة قبل الفجر، كان ينادي أهل بيته، زوجته، أولاده، خدمه. شوفوا ماذا كان يقول لهم كل ليلة. تخيلوا هذا البيت المسلم الصالح في الليل ينادي: يا أيها الركب المعرسون، يعني الركب المسافرين اللي ناموا في الليل، توقفوا في الطريق وارتاحوا. يا أيها الركب المعرسون، أكل هذا الليل ترقدون، ألا تقومون فترحلون؟ فإذا بالبيت يقومون، أولاده، بناته، زوجته، خدمه، الكل يقوم لحين ما أذن الفجر. هذا باك وذاك داع، وهذا متوضئ وهذا يصلي، الكل في البيت يقوم حتى الفجر. فإذا أذن الفجر ينادي فيقول عند الصباح: يحمد القوم السرى، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. الله عز وجل يقول لنبيه أنه يعلم عنه أنه يقوم الليل، وطائفة من الذين معك، أي أصحاب النبي، يقومون الليل. بل كان الصغار يقومون ويصلون مع آبائهم، يصلون لوحدهم. ابن عباس وهو صبي صغير في بيت خالته ميمونة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، يقول: فجئته، جاء في الليل يصلي معه، فوقفت عن يساره أخذه وتله وهو يصلي، فأوقفه عن يمينه، وظل الليل يصلي. وابن عباس صبي صغير يصلي الليل مع من؟ مع رسول الله. فما أحلاها من جماعة، وما أحلاه من وقت في السحر نزل الرب فيه عز وجل، فقام الناس العباد، قام الصالحون، قام البكاؤون. أحد الصالحين كان له مصلى في بيته يقوم فيه الليل. في يوم من الأيام إحدى النساء في الصباح تزور زوجة هذا الرجل الصالح في بيته، فإذا بها في بيته تكتشف أن في موضع سجوده، موضع المصلى، بلل مبتل. فكأنها غضبت على المرأة، على صاحبتها، قالت لها: اتق الله، كيف تركت الصبيان يبولون في هذا المكان الذي يصلي فيه فلان؟ هذا أكيد ما في شيء مبلل إلا بول، وهذا ربما أحد الأطفال فعل هذا الأمر، كيف تركتيهم؟ فقالت لها: ذاك ليس الذي تذهبين إليه، إنه فلان، يعني زوجها العابد، يقوم كل ليلة فيبكي، فيبتل مصلاه إلى الصباح من كثرة بكائه. جنوبهم، رؤوسهم إذا وضعوها على الفراش ما تتحمل الفراش، تتجافى أي تبتعد جنوبهم عن المضاجع. ليش؟ يرفعون أياديهم، يصلون، يبكون، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. شوفوا جزاء الذي يقوم الليل. الآية بعدها شو تقول؟ لهؤلاء الذين قاموا الليل وتهجدوا
وصلوا وعبدوا الله سرا، ما حد يدري عنهم. يمكن بعضهم زوجته لا تعلم عنه، وكان بعض الصالحين يتسلل من فراشه فلا تدري عنه زوجته أنه يقوم الليل، فإذا أراد أن يوقظها أيقظها. يصلي في الليل فلا يدري عنه أحد. تدرون شنو جزاءه؟ الله يقول في الآية التي بعدها مباشرة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. مثل ما هو أخفى عبادته عن الناس، الله يقول جزاء ما حد يدري عنه، أخفيت له الجزاء. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا أردنا كل تلك الفضائل من قيام الليل يجب علينا أن نجتهد، أن نبذل الأسباب. من أسباب قيامنا لليل ترك الذنوب والمعاصي. أحد الصالحين سئل لما لا نوفق لقيام الليل. حسن البصري سئل، وفضيل بن عياض أيضا سئل نفس السؤال. قال: كبلتكم ذنوبكم وخطاياكم. الذنب، المعصية تحرم صاحبها قيام الليل. يقول سفيان الثوري رحمه الله، يقول: حرمت قيام الليل 5 شهور. ما يقول ما صليت، يقول حرمت. يعتبرونه من أعظم الفضائل، من أعظم النعم، من أعظم الكرامات أن يقوم الإنسان ليله لله عز وجل. يقول: حرمت قيام الليل 5 شهور. تدرون ليش؟ يقول: من ذنب أصبته. الصالحون الذين استقاموا على أمر الله، الذين ظلوا نهارهم لله عز وجل، الله يوفقهم في الليل. من الأسباب أنك تنام مبكرا. نم مبكرا يا عبد الله لتوفق لقيام الليل. إن ناشئة الليل، ينام الإنسان ثم يقوم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أصعب أنك تنام ثم تقوم شيئا من الليل. احرص يا عبد الله على الدعاء أن يوفقك الله لقيام الليل. الزوجة توقظ زوجها، الزوج يوقظ زوجته، الأخ يوقظ أخاه. نتواصى على قيام الليل ونستغفر الله عز وجل، فإنه سبب لإعانتنا على قيام الليل. وقل دوما: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قيام الليل من أعظم الفضائل والأعمال التي تقرب فيها الإنسان